هو ايه السر ورا الحب الاول؟ وليه ما بنعرفش ننساه؟ وليه مهما عدى سنين بيفضل اثره جوانا؟ اول كسر للقلب بيبقى اعمق من اي كسر تاني. مشاعر الوجع والفراق اول مره عقلك يستوعبها او يفهمها. فلما الحب الاول بينتهي ده بيكون اول الم عاطفي بالنسبه لك. اول حب بيحفر نفسه في دماغك ليه؟ العقل البشري بيفتكر التجربه الاولى في كل حاجه بشكل عميق جدا، سواء التجربه دي كانت فرحه او زعل. فاول مره بتحس بالاعجاب وبالانبهار، واول مره قلبك بيدق ناحيه حد، واول مره تحس انك متعلق بشخص ومش شايف غيره في الدنيا. ده كله بيتخزن جوه عقلك، وهنا دماغك بتقولك المشاعر دي مميزه، لازم نفضل فاكرينها على طول. العقل الباطن بيربط اول حب بالمثاليه والبراءه، كل حاجه بتبان في عينك مثاليه، وده بيخلي عقلك يحافظ على الذكرى دي على ان ده احلى قصه حب انت عشتها في حياتك، حتى لو في الحقيقه انت كنت في علاقه مؤذيه او علاقه عاديه، بس لانها اول مره تحسها العقل بيخزنها. وهنا دماغك بتتعامل مع الجروح العاطفيه كانها جروح جسديه، فكل ما كان الوجع جديد وغير متوقع كل ما كان تاثيره اعمق واطول في الفتره الزمنيه. بس حاجه مهمه تاخد بالك منها، مش معنى انك مش قادر تنسى الحب الاول يبقى انت لسه بتحبه، انت بس متعلق بالمشاعر اللي كانت عندك وقتها مش بالشخص نفسه. ومع الوقت لما تدخل تجربه جديده هتفهم ان الحب الاول ما بيكونش الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو اللي انت بتستمر فيه، وده لان في ناس كتير جدا معلقه نفسها بالحب الاول ورافضه تدخل اي علاقه تاني. في النهايه يهمني رايك انت، شايف ان الحب الاول ممكن يتنسي ولا كل ده مجرد وهم احنا عايشينه؟